النادي الأهلي بيستلم مبلغ 7.9 مليون من الفيفا، ولسه متبقي كمان مبلغ 3.1 مليون هياخدهم النادي الأهلي بعد ما تخلص منافسات كأس العالم للأندية، واللي هتنتهي يوم 13 يوليو اللي جاي. بس طبعا لسه نسبة خصم الضرائب المفروضة على كل الفرق المشاركة في البطولة، وده على حسب نظام الضرائب الأمريكية اللي معمول بيه في أمريكا. مسؤولين النادي الأهلي بيستقروا على إقامة معسكر إعداد الفريق، وهيكون في أسبانيا، والمعسكر مدته هتكون 11 يوم، وهيبدأ من يوم 15 يوليو. وفي المدة دي النادي الأهلي اتفق على إنه يلعب 3 ماتشات ودية، من ضمنهم ماتش أو اتنين مع فرق الدوري الأسباني. في خطوة كويسة من إدارة الكورة في النادي الأهلي في إنهم تراجعوا عن فكرة ضم اللاعب أحمد عيد الباك اليمين لنادي المصري البورسعيدي، وكانت في اتصالات ما بين مسؤولين النادي الأهلي ومسؤولين نادي المصري البورسعيدي على ضم اللاعب في الموسم الجديد. بس بعد الاجتماع اللي حصل ما بين الكابتن محمد يوسف ولجنة التخطيط ومستر ريفيرو، خدوا قرار بعدم ضم اللاعب. والسر في كده إنهم شايفين إن وجود لاعب زي عمر كمال عبد الواحد هيكون أفيد وأحسن من أحمد عيد بكتير. عشان كده أحمد عيد استبعد تماما من إنه ينضم للنادي الأهلي. اللاعب ياسين مرعي مدافع نادي فاركو قرر انه ينضم للنادي الاهلي في الموسم الجديد او لا، ده في ايد مستر ريفيرو. والكابتن محمود الخطيب عطى الضوء الاخضر في حته قبول او رفض التعاقد معاه، على الرغم من ان المفاوضات اتوقفت مع نادي فاركو على ضمه بقالها فتره بسبب المقابل المادي، لكن لسه برضه اللاعب في الصوره، وخصوصا ان الجميع في النادي الاهلي موافق على ضمه، زي الكابتن محمود الخطيب والكابتن محمد يوسف ولجنه التخطيط. ناقص بس راي المدير الفني. اليو دانج جاله عرض من نادي خلود السعودي علشان يشتريه من النادي الاهلي، والعرض المبدئي اللي جه للنادي الاهلي 4 مليون دولار، ده غير نسبة من إعادة البيع. بس خروج اليو دانج من النادي الاهلي في الوقت ده يعتبر شبه مستحيل، والتفريط فيه مش هيكون بالسهل خالص. ومسؤولين النادي الاهلي بيسعوا انهم يجددوا عقده في الايام اللي جايه، لان بكل بساطه اليو دانج بالنسبه لمسؤولين النادي الاهلي هو عباره عن جوهره، وصعب انه لو خرج من النادي الاهلي انه يتعوض بلاعب تاني يكون بنفس الكواليتي. الكابتن احمد شوبير بيعلن من خلال برنامجه على اذاعه اون سبورت اف ام عن اسماء اللعيبه اللي هتمشي من النادي الاهلي، وقال بالنسبه للاعب احمد رضا واللاعب خالد عبد الفتاح فهم قريبين من الانتقال لنادي زد، اما اللاعب كريم نيدفيد فهو قريب من انه يمضي لنادي سيراميكا كليوباترا، وبالنسبه للاعب عمر الساعي فهو شبه يخلص مع النادي المصري البورسعيدي. اما بقى بالنسبه للاعب احمد عبد القادر، اولا المدير الفني مقتنع بيه جدا، وهو دلوقتي بيتمرن مع الفريق بشكل عادي، بس هو مش فارق معاه انه يكمل مع النادي الاهلي او يروح اي نادي تاني. وبلغ مسؤولين النادي الاهلي انه مش هيطلع اعاره لاي نادي تاني، وقال لهم يا اما تسيبوني امشي فري او تقبلوا باي عرض يجيله، بس ما يكونش اعاره. اما رضا سليم في مفاوضات دلوقتي حصلت معاه من نادي سيراميكا كليوباترا، ومستنيينه لما يرجع من المغرب علشان يكملوا بقى المفاوضات. وبالنسبه للنادي الاهلي مفيش اي مشكله خالص انه يمشي. اما بالنسبه لمحمد مجدي قفشه وحسين الشحات، كل الكلام اللي اتقال في الصحف والمواقع ملوش اي اساس من الصحه بالنسبه لموضوع العروض اللي جات لهم. وفي الحقيقه مفيش اي عرض جه للنادي الاهلي لاي لاعب منهم، والنادي الاهلي مش ناوي انه يفرط فيهم نهائي، ونزل منشور بكده على صفحته الرسميه على الفيسبوك. نقطه تانية برضه بالنسبه للاعب احمد رضا، في 3 انديه دلوقتي بيتنافسوا على انه يضم اللاعب، وهم نادي زد والنادي البنك الاهلي والنادي المصري البورسعيدي، وفي مفاوضات دلوقتي مستمره مع ال3 انديه لضم اللاعب، بس رغبه اللاعب هي اللي هتحسب الامور في انه يتنقل لنادي من ال3 دول، واقرب نادي ممكن ينضم ليه هو نادي زد. فتصريحات للكابتن مجدي طلبة نجم النادي الاهلي السابق بيخاطب فيها مسؤولين النادي الاهلي انه مش عارف سبب التفكير من الاساس في انهم عايزين يبيعوا اسامه ابو علي، وقال ان التعاقد مع لاعب تاني نجاحه مش هيكون مضمون مع الفريق، علشان اسامه ابو علي انسجم مع الفريق وبقى من الركائز الاساسيه جوه الفريق، والتفريط فيها هيكون قرار مش مدروس، وخصوصا ان اسامه ابو علي افضل من كل الاسماء المطروحه دلوقتي اللي النادي الاهلي بيتفاوض معاهم، بما فيهم مصطفى محمد لاعب نادي النمت الفرنسي، واسامه فيصل لاعب البنك الاهلي. الكابتن ميمي عبد الرازق في تصريحات ليه في برنامج لعبة والتانية على إذاعة ميجا اف ام قال إنهم خلصوا التعاقد مع اللاعب عمر الساعي، وده كان بطلب من الأستاذ كامل أبو علي رئيس النادي المصري، وقال إنه لاعب كويس وهيكون إضافة قوية للفريق، وإنه كان مقدم مستويات كويسة مع نادي الإسماعيلي قبل ما ينضم للنادي الأهلي. صداع جوه النادي الأهلي بسبب اللاعب محمد الضوي كريستو بعد ما خلصت إعارته لنادي الصفاقسي التونسي. نادي الصفاقسي رفض تفعيل بند الشراء، واللاعب دلوقتي رفض فكرة إنه يخرج إعارة تاني لأي نادي، وطلب من مسؤولين النادي الاهلي انه يمشي نهائي عن النادي الاهلي، يا اما بالبيع النهائي او فسخ التعاقد. وكمان اللاعب متمسك انه ياخد مستحقاته كامله، وهو لسه متبقي ليه موسمين في عقده وبياخد حوالي 550 الف دولار في الموسم.
نفس الكلام اللي بيحصل مع اليو دانج بيحصل دلوقتي مع امام عاشور، وهو ممنوع التفريط فيه نهائي مهما كان المقابل المادي، والنادي الاهلي مدد له سنه في عقده كمان، وبكده عقده هيخلص مع النادي الاهلي في موسم 2030. وبقى دلوقتي في الفئه المميزه للنادي الاهلي اللي فيها 3 لاعيبه بس، وهم محمد الشناوي ومحمود حسن تريزيجيه واحمد مصطفى زيزو. وامام دلوقتي بيوصل التاهيل بسبب الاصابه اللي حصلت له في ماتش انتر ميامي، علشان تجهيزه فنيا وبدنيا في اسرع وقت ممكن علشان الموسم الجديد.